شُفت مجهودك وهو بيتبخّر قدّامك قبل كده؟ خدتش التقدير اللي تستحقه؟ عارف إنك ممكن توقّف ده دلوقتي؟ أنا هاجر قطب كاتبة ومعالجة نفسية وده اللي هاقوله لك في الحلقة الخامسة من اسمع لنفسك. إيه رأيك لو تحط مجهودك في حاجة عمرها ما هتتاخد منك؟ زي إنك تحافظ على صلاتك في وقتها، اعتبر إن ده الخزان اللي من غيره هتكون فاضي، وبدل ما تخلص وتطلع تجري اقعد وسبح شوية. صدقني هتقوم هادي جدا وقادر ان انت تواجه التحديات اللي قدامك. سلام لو تبدأ يومك الصبح بصفحة من القرآن، هتحس انك شحنت قبل ما تبدأ يومك. ولازم يكون في كل يوم على الأقل ربع ساعة رياضة، أكلك ده هو البنزين اللي هتديه لجسمك. فشوف بقى هتختار كواليتي عاملة ازاي. آخر وأهم حاجة هتساعدك تحس بسلام وهدوء كده، خلي ولو حتى 5 دقايق من يومك تبص فيهم على أي منظر طبيعي، حتى لو هتفتح البلكونة وتبص منها شوية. لما تعمل كل ده لنفسك تحس بفرق كبير جدا في طاقتك ويومك. لما الوقت يعدي هتحس بفرق في حياتك كمان.